السوق نايم، السوق تعبان، السوق واقف. فعلا كل دي حقيقة، بس النايم هنصحيه، واقف هنزقه، تعبان هنعالجه بإذن الله. روح بسرعة دوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس وارجع لي تاني حالا عشان نشوف مع بعض حلول بره الصندوق out of the box. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب يكون الجميع في أحسن حال بإذن الله. أحب أعرفكم بنفسي أولا قبل ما نتكلم عن أي شيء. أنا إبراهيم سرحان النفيعي، خريج بكالوريوس تجارة قسم إدارة أعمال، شغال مندوب مبيعات في شركة استيراد للأدوات المنزلية، وطول عمري شغال في مجال المبيعات والتسويق، ما اشتغلتش في حاجة غيرهم أصلا، سواء كانت خدمة أو منتج. طيب إيه هي قناة بره الصندوق؟ قناة هنتكلم فيها كل فيديو عن مشروع معين موجود في السوق، هنقدم للمشروع ده حلول جديدة ومختلفة بره الصندوق، أو أفكار موجودة فعلا بس هنطورها. الأفكار دي ليه أو هتعمل إيه الأفكار ديت؟ الأفكار دي هتنشط حركة البيع، وهتساعد على زيادة الأرباح، وهتزود نسبة إقبال ورضا العميل عليك. خلاصة الكلام، الأفكار دي هتغير كامل المشروع للأحسن بإذن الله. أهم شيء عاوزك تعرفه إنه مش شرط إني هديك فكرة ناجحة 100% دايما. ممكن أديك فكرة على قدها تطورها أنت وتحسنها وتكسر بيها الدنيا بإذن الله. أنا كل اللي أنا عايز أوصله من فكرتي دي إنك تبدأ تفكر بره الصندوق وتعتمد على نفسك، وأعلمك إزاي تبتكر أفكار تحل بيها مشاكل مشروعك. طيب أول مشروع هنبدأ بيه، أول فيديو لينا على القناة، هو مشروع الأدوات المنزلية، وأنا حبيت أبدأ بيه لأنه مجالي الحالي. هنقسم المشروع لقسمين: قسم فيه أفكار مناسبة لتجار التجزئة اللي بيبيعوا للمستهلك النهائي، والقسم الثاني أفكار خاصة ومناسبة للمستوردين وكبار الموزعين. بسم الله نبدأ. هنبدأ أولا بالأفكار المناسبة لتجار التجزئة في مجال الأدوات المنزلية. في فكرة بره الصندوق كده، إحساسي بيقول إن اللي هياخدها وهيشتغل عليها صح هيكسر بيها الدنيا بإذن الله. أنا سميت الفكرة دي باسم خد وهات. تعالوا نشوف خد وهات. فكرة خد وهات بتقول إنك ممكن تعرض على العميل بتاعك اللي واخد جهاز عروسة من عندك، تعرض عليهم الفرش إنك تبعت واحد من عندك محترف في رص النيش، يرصله النيش بطريقة شيك واحترافية تجذب الأنظار وبدون أي مقابل مادي طبعا، وتدي الشخص اللي هيقوم بالمهمة ديت وهو رايح هدية بسيطة شكلها حلو يزودها للعميل في النيش، ويعرف الناس إنها كادو من المحل، وياريت يكون شيء عليه اسم المحل وعنوانه وأرقام التليفون، ويحط الهدية دي في النيش في مكان كويس، بس ياريت الهدية دي تكون شيء جذاب وشيك عشان يجذب أنظار الناس وما يبوظش الشكل العام. يبقى أنت كده جملته مرتين، مرة في رصة النيش ومرة في الهدية اللي حطيتها في النيش، وما غرمتش كتير على فكرة. بس ما تعدش بقى الفوائد اللي انت هتكتسبها. عاوز اقول لك ان الناس دي لو عندهم بنت تانية تأكد ان جهازها هيكون منك بنسبة كبيرة. دي حاجة. الحاجة التانية ان الفرش بيكون حاضر فيه ستات كتير وناس عندهم بنات كتير محتاجين جهاز. اعتقد حاجة زي دي هتبهرهم، وهتكون انت اول تاجر هيفكروا فيه. ده غير الشخص اللي انت بعته هيكون مدرب انه يعمل دعاية للمحل وسط الناس، وهياخد ارقام وبيانات الناس اللي هيجهزوا قريب ومهتمين بالمحل او حبوا المحل، والباقي عليك طبعا. مش هقول لك انا كل حاجه اوت اوف ذا بوكس بقى يا جدع، انت اطلع بقى من صندوقك. المهم طبعا انت كده قدمت السبت، ممكن تطلب بعض الحاجات اللي هتعمل لك دعايه كويسه. انت رصيدك كويس جدا عند الناس. ده انت يا عم ممكن تطلب ايد ام العروسه لو عاوز، بس لو جوزها مش موجود طبعا. المهم يوم الفرش ما بيكونش حاضر فيه كل الناس طبعا، دول يا دوبك كام واحده كده، بس الفرح بيكون في ناس كتير، فممكن تعمل بوستر مثلا لو الفرح في البيت، طبعا في حنة وفرح، بوستر شيك بتبارك فيه للعروسة والعريس وان العروسة مجهزة منك. ده غير ان في ناس هتخش تشوف بيت العروسة وهيشوف النيش اللي حضرتك سايب بصمتك فيه طبعا. عايز اقول حاجة تانية، بس انت اضرب كل زبون بيجيلك وكل زبون في منطقتك. ممكن برضو تساهم بالعربية اللي هتزف العروسة والعريس، ويكون على ازاز العربية من ورا او في اي حتة تظهر للناس ان العربية اللي بتزف العروسة والعريس كادو من معرض فلان. عاوزك برضو في الفرح روح وجامل وبارك. الحاجات دي بتفرق. 5 دقايق هتجامل فيهم بس هيزودوا حب وثقة العميل فيك وفي مكانك، وهيتحول عميل لحملة دعائية مجانية ليك. والشعب المصري بتفرق معاه الحاجات دي جدا لانه شعب عاطفي بطبعه. انا اديتك فكرة جواها اكتر من فكرة على فكرة. جرب، مش شرط تنفذ بالنص، طور وابتكر وما تستعجلش. العائد مش هيجي في يوم وليلة، والنجاح ما بيجيش من اول مرة. اهم شيء عندي هو انك
تفكر بره الصندوق وتبدأ تبتكر عشان مشروعك يكسر الدنيا بإذن الله. هندخل بقى على الناس التقيلة اللي محتاجة دعاية أكبر، مع العلم إن التاجر الصغير لو اشتغل أنت برضه هتشتغل، وإن الأفكار الصغيرة تقدر أنت تكبرها وتخليها على مقاسك. الأفكار بقى التي تناسب المستوردين وكبار الموزعين وتجار الجملة التقال. نبدأ بالفكرة الأولى، والفكرة الأولى دي ممكن تكون موجودة بس احنا هنتكلم عليها بشكل أوسع وهنطور فيها شوية. والفكرة بتقول إنك هتجيب عربية تعمل لها ديكور شيك ويجذب الناس، وهتوظف عليها ناس وهتحط عليها عينات من بضاعتك، ومش للبيع طبعا. وهتعمل لكل محافظة أسبوع، هتقسم الأسبوع ده على أكبر مراكز في المحافظة. كل مركز هتلف أو هتقف في أكتر مكان عليه رجل رايحة ورجل جاية، وهتبدأ تعمل شوية بروباجندا تشد الناس ليك، وهتبدأ تعرض على الناس شغلك وهتعرفهم على نقاط القوة في منتجك. هيسألوك نجيب المنتجات ديت منين؟ هتكون حضرتك مجهز كتالوج محترم فيه شغلك وعناوين وأرقام وتليفونات المحلات اللي بتتعامل معاك، وهتبدأ توجه الناس دي للمحلات اللي بتنزل لها شغل، وهتقول لهم خدوا الكتالوج ده معاكوا عشان يعمل لكم خصم كويس. ايه الفايدة من ده؟ الفوائد من الموضوع ده كتير ما تعدش. اولا لما العميل ياخد الكتالوج ويروح بيه للعميل بتاعك او التاجر اللي انت بتنزل له شغل جملة، العميل هتزيد ثقته وحبه فيك جدا، ومسحوباته هتزيد، هتكون انت رقم واحد بالنسبة له، وهتسمع حضرتك جامد، وعدد العملاء بتوعك هيزيد. وعلى فكرة لو في عميل فاتح محل وما يعرفش شركتك وشغلك هيعرفك وممكن يفتح شغل معاك. واقول لك على حاجة تانية، انت ممكن تشجع ناس مش شغالة في المجال تبدأ فيه عشانك مخصوص. يعني انت مش هتزود عدد العملاء الموجودين على ارض الواقع اللي ما بيتعاملوش معاكوا، بس انت هتشجع ناس تبدأ النشاط والمجال ينتشر اكتر. طيب في فوائد ايه تاني هتعود عليا؟ لسه كتير، زي ان مثلا لو منتجك مقفول عليك وانت المستورد الوحيد ليه وعايز المنتج ده يسمع والاقبال عليه يزيد، ده هيحصل من القصة ديت. لو عايز اسمك ينتشر وبلدك او دولتك كلها تعرف اسمك، ده برضو هيتم. ولو عاوز تعرف رد فعل الناس على منتجك هتعرف برضو من خلال القصة دي، وهتوصل للمستهلك النهائي. ولما توصل للمستهلك النهائي وتفهمه، تأكد انك امتلكت السوق ده. غير ان عملائك اللي بياخدوا شغلك لو حد فيهم قالك الناس ما بتحبش منتجك او بيستغلوه، حب يتدلع عليك، هتعرف ترد عليه لانك مع الناس باستمرار وعارف كل شيء عنهم. وفي فوائد كتير جدا لا حصر لها طبعا، هتكتشفها انت لما تنفذ. نخش بقى على الفكرة التانية. الفكرة التانية برضو تعتبر موجودة بس مع التعديل والتغيير، وهي عمل معرض في أفضل وأكبر مراكز كل محافظة، والمعرض يكون باسم الكام مركز القريبين من بعض بحيث إنك تغطي الكل وما تزعلش حد. والمعرض هيتم تجهيزه وتنظيمه تنظيم جيد، وهنعمل مكان لكل تاجر هيشترك معانا فيه. والمعرض هيكون كذا يوم عشان لو عدد التجار كبير والمكان مش هيستوعب، يبقى انا عشان ما زعلش حد هبدل الناس زي دكة الاحتياط في كرة القدم كده، كل مجموعة في يوم. والمعرض التجار هتشارك فيه بكامل منتجاتك او ب75% من منتجاتك مثلا، والباقي زي ما هم يحبوا يشاركوا بيه. وانت هتكون عامل مكان ليك فيه كل منتجاتك، او لو مش عاوز خلاص. وهيكون في ناس خاصة بيك بتستقبل الناس وبتنظم الحدث، وهتعمل دعاية ليك وللتجار المشاركين في الحدث طبعا. ايه الفايدة اللي هتعود من المعرض ده؟ الفوائد كتير جدا طبعا. انتشار اسمك ومنتجك هيسمع، ثقة تجارك هتزيد فيك، عدد العملاء هيزيد، واللي ما بيشتغلش معاك هيشتغل عشان يشارك في أنشطتك المحترمة ديت، لأنها هتعود عليه بالنفع برضه. السحب هيزيد على منتجك، وتقدر تعمل بعد كده ضوابط وشروط للمعرض، إن اللي هيشارك في المعرض مثلا الناس اللي مسحوباتها السنوية عالية، وهتعمل اللي انت عايزه طبعا بعد كده لان رصيدك كبير عند الكل. وفي فوائد تانية كتير حضرتك هتكتشفها لما تنفذ الفكرة بإذن الله. وفي فكرة أخيرة بس دي هتكون لكل التجار صغير وكبير ولكل المشروعات، وهتكون بند ثابت معانا دايما. الفكرة دي ألا وهي الصدقة. التجارة مع الله أكثر تجارة ربحا، تجارة ما بتخسرش فيها أبدا. والصدقة بتجلب الرزق وبتعمل المعجزات، بتكسبك دنيا وبتكسبك آخرة بإذن الله. وطبعا مع الابتسامة في وش عميلك والاهتمام والمقابلة الحلوة والأخلاق العالية والأمانة والصدق، تأكد أن ربنا هيكون جنبك وهيبعت لك رزقك. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم.
خلص الكلام في الحلقه دي عن مجال الادوات المنزليه، بس مش اخر مره هنتكلم عن المجال ده، هنرجع له تاني بافكار اقوى واكتر. بس مش عاوزين نيجي على المجالات التانية، لان ناوي انا وفريقي باذن الرحمن نتكلم عن كل المجالات: مواد غذائيه، حدائد وبيات، ادوات صحيه، دكاتره، مهندسين، صنايعيه، اي شيء يخطر على بالك. مش هنخلي حد، حتى العروسه اللي بتدور على عريس او العريس اللي بيدور على عروسه هيكون ليهم نصيب معانا. كل اللي محتاجه منكم هو الدعاء ليا ان ربنا يقدرني واقدر اكمل واقدر افيد الكل. ويا ريت تدعموني بتشجيعكم باللايك وبالاشتراك ومشاركه الفيديوهات عشان الكل يشوفها والخير يعم. ولو حابب تشوف قناتي التانية، قناه بهريز السعاده، بتكلم فيها عن نجاحك في حياتك الاسريه والشخصيه، عشان اكون قدرت افيدك وافيد نفسي في الحياه الشخصيه والاسريه وفي شغلك والبيزنس بتاعك كمان. انسان ناجح في حياته كلها باذن الرحمن. هتلاقي رابط قناه بهريز السعاده في الوصف تحت، تشريفكم هيسعدني. ويا ريت ما ننساش الاول هنا ندي لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك وشير في الخير. ربنا يسعد ايامكم يا رب. استنونا الحلقه الجايه ومجال مختلف هنتكلم مع بعض فيه باذن الله. كان معاكم ابراهيم سرحان النفيعي من قناه بره الصندوق، اوت اوف ذا بوكس. في امان الرحمن. سلام عليكم.